السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. وإن شاء الله النهاردة مع فيديو مهم جدا وسؤال من أحد المتابعين. بيقول لي أنا كل الزغاليل عندي عندها كساح ومش بتعرف تمشي. مش بتعرف تمشي حرفيا زي ما هتشوف دلوقتي كده. تمام، نبص كده مع بعضينا ونشوف الزغاليل وهي ماشية ونقول للناس إيه المشكلة. السلام عليكم، صباح الخير. هذه الزغاليل اللي كلمتك عنها، ما ادري ايش مشكلتها. حاولت فيها. شوف الرسم. وبعد ما شفنا الفيديو ايه رأيكم؟ طبعا هو الاخ تقريبا من الخليج. تمام، هو عنده الزغاليل كلها مش عارفة تمشي على رجليها. طيب ايه الاسباب؟ لو جينا بصينا هنلاقي في اخطاء هو واقع فيها. اولا عدم تغيير فرشة الطاجن، ما بيغيرش فرشة الطاجن باستمرار. فرشة الطاجن بتتغير من عمر 5 ايام للزغاليل، او ما يبدأ ياكلوا خشن نبتدي نغير فرشة الطاجن. تمام. حتى لو ما عندناش طاجن وسايبينهم بيبيضوا في قفاص في حاجه زي كده، لازم نغير الفرشه، نحط تحديق او نحط قش او الكلام من ده. طيب هتلاحظ ان الاهالي لما بيجوا ياكلوا الزغاليل بيوقعوا ميه اثناء الاكل، اثناء ما بيزقوا الزغاليل بيوقعوا ميه، فبينتج عن ذلك ان ميه على البراز بتنتج معاك بكتيريا وطفيليات. تمام، بتصيب الرجل بتاعت الطيور بايه؟ بمرض زي اللي هو زي الروماتيزم كده او الروماتويد، بتيجي تصيب عظم الزغاليل، بتلاقي زي نظام شلل والصوابع انضمت لجوه. طيب العلاج ايه؟ اول شيء العلاج لازم فرشه الطاجن تتغير باستمرار ويبقى الفرشه نظيفه. انا ممكن اغير فرشه الطاجن كل يوم على فكره، يعني ممكن اغيرها كل يوم. طيب تاني شيء ان احنا لازم ندي اي حاجه تقتل البكتيريا، لان غالبا ده بيبقى كوليستيريديا. بتيجي بتلاقي لما مؤاخذة عند فتحة الشرج تحت في الحمام الجزء ده مليان، تحس ان هو ورم فيه ورم. طيب ممكن ندي كل بريم او ندي بانفلور لكل زغلول في العمر ده نقطتين في الفم صباحا ومساء، يعني مرتين في اليوم، مع مراعاة تغيير فرشة الطاجن. لو ما غيرش فرشة الطاجن العلاج مش هيجيب نتيجة. ممنوع نهائي تدي كالسيوم، ممنوع نهائي تدي فيتامينات. هو بانفلور او كوليبريم لمدة 5 ايام وفرشة الطاجن تتغير، مش هتلاقي حاجة ان شاء الله. تمام يا جماعة، فده مهم جدا. ناس كتير جدا بتقول يا ابو هاجر ده نقص كالسيوم. لا، هو مش نقص كالسيوم. وطبعا لو عرفنا نطلع الزغاليل كل يوم ساعة أو ساعتين في الشمس يبقى جزاكم الله خيرا. ليه؟ لأن الشمس مهمة جدا، لأن طبعا الرطوبة ماسكة في العظم. هتلاقي دايما الرجل ساقعة، الحجر بتاع الطيور من تحت مليان مية. فاحنا لازم ان احنا نتفادى الحتة ديت كويس جدا يا جماعة، ونركز في تغيير فرشة الطاجن لأن ده شيء مهم. تمام. وطبعا لو بصيت هتلاقي ريحة المكان وحشة تحت الزغاليل، فطبعا بينتج عنه حاجات كتير جدا. وممكن الزغاليل يجي لها كوكسيديا ويجي لها تضخم في الامعاء. وخد بالك لو جالهم كوكسيديا ده مشكله كبيره جدا، هتلاقي الامعاء من جوه حجمها كبر والبطن بتاعت الزغاليل من تحت بقت ضخمه. تمام. فالله يكرمكم نركز قوي 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 في النظافه المستمره، وما تكسلش مع طيورك ومع زغاليلك. فقلنا العلاج ايه؟ بانفلور او كوليبريم بيطري. تمام، نقطتين في الفم كل 12 ساعه لمده 5 ايام.